الحقونا الحقونا الحقونا. عيله مصريه عاديه جدا قاعده في عماره من عمارات السابع، ساكنين في الدور الثالث. يعني كده يا جماعه يعتبروا مرتفعين شويه، يعني زي انا برضه. انا يا جماعه في الدور الثالث اطمنوا عليا لو في حد قلقان على زوزده. انا قاعده في الدور الثالث كده، يعني ايه مش مناطق. طيب هل يا زوزده ده حماهم من ان ما حدش يدخل الشقه ويقتحمها؟ لا، دول ناموا الساعه 5 بالليل، صحوا من النوم لقوا الشقه كلها متقلب. انا بنتي اتسرقت وطلع لهم الدور الثالث واتسرقت وهم نايمين، واقسم بالله خد السطور من قلب المطبخ. لولا ان هم كانوا نايمين كانت حصلت جريمه كبيره. اتقبض عليهم وطلعوا. وانت اللي في ايدك ده ايه؟ مش سكينه؟ سكينه يا راجل. اللي في ايدك دي مطوه؟ باقي السكان يسرقوا كل مره بنفس الطريقه وفي نفس الميعاد. في مواعيد معينه لازم تتم فيها السرقه، وفي طرق معينه ما ينفعش حد يحيد عنها، عشان كده كل مره بتنجح. ارجو لو حد من الحراميه دول يبقى يكتب لي في الكومنتات ايه العقليه دي؟ بجد بجد ايه العقليه دي؟ 10 شهور بالظبط الشقه بتاعتي اتسرقت. احنا نايمين، اخد طبعا كل حاجه قدامه، فاخد كل الاجهزه الموجوده اللي هو يقدر يشيلها، واخد شنطه من البيت وحط فيها اللابتوبات والموبايلات والذهب والفلوس، الذهب بتاعي والفلوس، فضل الشرطه. في حد منهم دخل علينا عشان يسرقنا، بس الحمد لله ربنا ستر وجوزك يعني صحي من النوم وقدرنا ان احنا ما نخلوش يخش يسرق. شفتيه يعني؟ شفناه. المفارقه كمان يا جماعه ان هم ما بيحبوش يسرقوا الشقه وسكانها مش موجودين، لا دول بيحبوا ينفذوا سرقتهم وهم ضامنين ان كل سكان الشقه موجودين جوه، عشان يبقوا ضامنين يعني كل اللابات، كل الموبايلات، كل الفلوس، كل الذهب يبقوا في البيت. تفتكروا يا جماعه ان الحرامي مثلا عنده تارجت معين كده ان هو بيطلع يسرق مره ويمشي؟ لا. تعرضنا للسرقه الساعه 8:30 صباحا. الموبايلات بتاعتنا وحاجتنا كانت جنبنا، صحينا الساعه 11 ما لقيناهاش. المره الثانيه بقى حد بيحاول يفتح 3 مرات جرب معانا، حد بيحاول يفتح الباب الحديد من بره واحنا متربسين من جوه. بالبلكونه طلع تاني وبيفتح البلكونه وانا خارجه اجري اشوف مين، شفت لمحت بقى قفاه من ورا كده من ظهر، هو حد منهم، بس انا ما بقدرش اميز بين الاشكال. يعني انا عمارتي نفسها 3 شقق اتسرقت فيها. الشقه اللي بعد التحتيه بدورين اتسرقت، الشقه اللي قصادنا اتسرقت 4 مرات، العماره اللي قصادنا بتاعت ده تارجت ده ولا ايه؟ عاملين تارجت؟ تارجت ده لو تارجت مش هيجيبوا كده في الوقت القليل ده. الموضوع يا جماعه وصل بيهم هم ما اكتفوش بسرقه المواطنين بس، لا دول دخلوا كمان على الاملاك العامه. شايل عمود نور اللي هو القصير ده هو وزميله وماشيين بيه. شايل عمود نور؟ اتنين منهم شايلين عمود النور وماشيين بيه، وانا قاعده اقول لهم انتوا رايحين بيه فين؟ والله العظيم 3 هذا حصل. ده حاسه انا في حلم عصريه والله هذا حصل، ماشي بالعمود النور في الشارع، فانا بقول ايه ده، هم ازاي ماشيين بيه كده؟ احنا قمنا الصبح بدري، الساعه كانت اللي معاه موبايل ينور 6:30 7 الا بندور على الموبايلات ما لقيناش الموبايلات. ان هم كانوا بيناموا تحت العماره، وطبعا ما فيش دوره نياب يعملوا مطرح ما هم قاعدين، وكان القرف طالع علينا. انت شايف ده حمام؟ شايف ده حمام؟ لا بتعمل ايه طيب؟ نظف مكانك. انت مستمر ببجاحه؟ نظف مكانك. انت شوف انا مره واحده سنه. لا مفيش مره واحده، امشي. دي احنا بنستغيث من الريح. ايوه انت شايف ده حمام؟ انت ممكن استنى لما خلصت. لا ما استناش، انا ما استناش لغايه ما تطلع الريحه فوق. ساعات في عز الظهر كده ببقى ماشيه انا وبناتي بين العماير كده، مثلا بنختصر الطريق، ممكن نلاقي واحده مثلا قاعدين في وضع مخل جدا، يعني ممارسه كامله. امبارح منظر بشع اقسم بالله يقشعر له الابدان. ماشيه معديه كده كنت بشتري طلبات والاقي 2 رجال واقفين ورا العماير. ايه ده؟ شايفين يا جماعه السكرانين في الشوارع بتاعتنا؟ ادي السكرانين في الشوارع بتاعتنا، ربنا يرحمنا ويرحمهم. يا زول معاك ايه؟ تمام. انا قاعد هنا بقلل في 19 يوم. 19 يوم؟ 19 يوم. يروح قاعده كان ممكن بقى ما قاعد. وليه ما رحتش المفوضيه؟ انا قالوا لسه ايه؟ فين باسبورك؟ باسبور يعني انت دلوقتي مش معاك ورق؟ مش معاك باسبور دلوقتي؟ فين؟ لا مش معاك دلوقتي ليه؟ لا موجود. ما لو مسكته يجيب لسه غير. بص بقى القرارة بقى اللي احنا عايشين فيه. بصوا بقى يا جماعه، اكنك في عشوائيات. والله العشوائيات احسن مننا، والله العشوائيات احسن مننا. وبعدين ايه اهو، بص السكران ده، السكران طينه بقى قاعد نايم، ما حد ولا حد كلمه. اقسم بالله ممكن الشرطه تعدي جنبه ولا تكلمه ولا تعبره ولا اكنه هنا. ادي السكران اهو. بص المنظر،
بص اكنك ايه قاعد، اكنك قاعد في ايه يعني. بص المناظر يا جماعه، بص المناظر. شايفين يا جماعه المسخره اللي احنا فيها؟ شايفين خناقه بالضرب، خناقه بالضرب يا جماعه. ادي فين الشرطه بقى؟ الشرطه في بص المنظر يا جماعه، بصوا خناقه بالضرب مع بعض. شايفه يا سياده رئيس الجهاز يا سعاد البيه؟ شايف المنظر؟ شايف المنظر؟ فين الشرطه؟ ادي يا ست، ادي الشرطه. شايفه يا استاذ زينب؟ شايفه المنظر؟ شايفين خناقه وصويت وصريخ. ادي اللي احنا عايشين فيه، مهزله اقسم بالله. انا بصور يا جماعه في الحي السابع الحقيقه، يعني بتكلم مع الناس واحنا بنتكلم. في ناس كتير كانت بتبص من الشبابيك وبتسالنا بتتكلموا في ايه، فبنقول لهم ان احنا بنسجل عن احداث السرقه اللي حاصله هنا. فزي ما انتم شايفين في حد بص من البلكونه وقال لنا منا قبل كده لبين عادي يعني. مسروق منك لبين؟ طب تعالى والله مذاكره بس بقول لكم ولا يهمكم يعني. ربنا. عملت محضر؟ طيب ايه؟ عملت محضر؟ ربنا يكرمك يا عملت حاجه والله. سرقتي؟ طلعوا عايزين يفتحوا الشقه بالعافيه ويدخلوا. لولا جارتي بلغت البوليس، والبوليس جه ومسك حلو يا جماعه، في موقف ايجابي، في موقف ايجابي بتاع دوت ينزله. جه ينزله وقال له انا مش مسكتك قبل كده بسرقه. تمام. وخد الواد الاسمر الطويل وخدوا معاه الاسم ومشوا طبعا. انا ساكنه جنب المفوضيه على طول، يعني انا بيني وبين المفوضيه تقريبا 200 متر 300 متر، وفي امن قاعدين وكل حاجه، وبنتسرق كل يوم. والاسم بيني وبينه الاسم تقريبا 6 دقائق او 7 دقائق بالعربيه، يعني 6 دقائق كده بالملف بنلاقي نفسنا عند الاسم. بالنسبه يا جماعه للمفوضيه نوديها فين يعني؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك، انا ذات نفسي مش عارف. اتمنى من سياده الرئيس بجد فعلا يشوف لنا حل للمفوضيه دول. انت دلوقتي لو لفيتي الحي السابع كله وكلمتي اي حد هيقول لك نفس الكلام اللي انا بقوله، ان محدش حابب ان المفوضيه تفضل موجوده هنا. لا ما تبقاش موجوده هنا خالص خلاص، لان احنا بقول لك احنا بقينا خايفين. نقلها من المكان هنا تماما واخلاء المكان ده كله عشان الرعب والذعر اللي هم مصورينه. بطالب ان احنا ان المفوضيه تنين من هنا بصراحه. المفوضيه تتشال من هنا. يا ريت لو المفوضيه تتشال، والناس اللاجئين اللي هنا دولت يا جماعه يعني لا ما ينفعش يناموا في الشارع. احنا هنا عايزين نعيش طبيعيين. احنا الاول كنا بنقول يا تلحقونا ما تلحقوناش، النهارده بنقول لكم الحقونا بجد. وفي النهايه يا جماعه طبعا اذا كنت انا او الناس اللي اتكلمت في الفيديو كل هدفنا ان احنا عايزين المنطقه تبقى احسن، عايزين نحس بالامان اكتر. طبعا مصر تفضل في امان. وكلمه اخيره يا جماعه للناس اللي هي هتيجي تقول انت بتطلعي الحاجات السلبيه ليه؟ انت قصدك تهدمي، انت ما بتحبيش البلد وانت. لو انت يا حبيبي مش عارفني كويس وعارف زينب وعارف انتماءاتها وعارف قد ايه بتحب مصر، اسال عليا يا حبيبي. اسال بوب. انت بتقول ايه؟